ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأهلا بكل أحبابي وأصحابي وأهلا بالنادي الأهلي الفريق العظيم، وألف ألف مبروك على النادي الأهلي بفوز النهاردة على سموحة. فوز صعب جدا للغاية. لعيبة الأهلي الشوط الأول أهدروا كذا فرصة، إمام عاشور أهدر، حسين الشحات أهدر. الشوط الأول كان سجال ما بين الفريقين، بس النادي الأهلي أكتر. النهارده شفنا مباراة فعلا الأهلي بطل الدوري، فعلا الأهلي يستحق يكون بطل الدوري، فعلا لعيبة الأهلي رجالة، فعلا لعيبة الأهلي يستحقوا اللقب 44، وما شاء الله عليهم رغم الإجهاد ورغم التعب ورغم المشقة طول السنة. النهارده أدوا إصرار غير طبيعي على الفوز وعلى المكسب، والحمد لله على المكسب النهارده. الحمد لله يا رب العالمين على نعمة الأهلي، الحمد لله يا رب العالمين على نعمة الأهلي. اللي هو يبقى أهلاوي يرفع راسك لفوق، أنت مصري أهلاوي، أنت مصري أهلاوي. وفوز النهارده فوز مستحق جدا، فوز مستحق جدا للنادي الأهلي بواحد صفر، 1-0 على سموحة في الدقيقة 94 في الوقت بدل الضايع. النهارده فوز تاريخي. وكذا مرة أقول ليه قفشه قاعد دكة؟ يعني 3 4 ماتشات اللي فاتوا ليه قفشه قاعد دكة؟ قفشه ما يقعدش دكة، حتى لو هينزل ياخد الشوط التاني. قفشه لعيب محوري، قفشه لاعب بيستلم تحت ضغط كويس، قفشه ليه تمريرات حاسمة. عمر كمال عبد الواحد قلنا قبل كده مرة واثنين وثلاثة وخمسة ده ما يقعدش دكة، والله يا جماعة ده ما يقعد دكة. إيه هو قوته في سرعته، في طوله، في العرضيات شمال او بتحطه شمال يجيب، تحطه يمين بيرفع عرضيات باليمين، يرفع عرضيات بالشمال، يعمل اسيست في كل ماتش، يعمل جون في كل ماتش واسيست. ما شاء الله عليه يعني جميل جدا. ولاعيبة الاهلي كلهم جمال، والف مبروك على اللقب ال44. الف مبروك على اللقب ال44 للنادي الاهلي، والف الف الف مبروك على الاداره والمدير الفني والجهاز واللعيبه والجماهير. بصراحه النهارده جمهور الاهلي العظيم في المدرجات شيء جميل جدا، شيء يشرف. ضغط من اول ما قبل ما تبدا المباراه لحد اخر دقيقه في المباراه. جيت كوره لسموحه تعمل هجمه مرتده اتقطعت في الطريق، راحت لعمر كمال عبد الواحد اللي لماها على شماله ودخل جوه المنطقه ورفعها، رفع ايده ورفعها لقفشه المتواجد في منطقه جميله جدا في ما بين خط المدافعين. سموحه يستلم على صدره ويحطها بيمينه. يهدؤك يا اخي، يهدؤك يا اخي، يهدؤك يهدؤك. قسما بالله جون، جون ملوش حل، جون هو ده فعلا. قفشه يحسم الدوري ال 44. القضية ممكن، هي فعلا القضية ممكن، كان ابطال افريقيا القضية ممكن، قدام بيراميدز القضية ممكن، قدام سموحة القضية ممكن. قفشه بقى ترند عالمي، القضية ممكن. كل ماتش بينزل بيأدي عفوا، كل ماتش بينزل يأدي، كل ماتش بينزل يأدي. ليه يقعد؟ ما يقعدش، ده ما يقعدش احتياط يا جماعة والله، ده ما يقعدش احتياط يا جماعة والله. ده أساس النادي الأهلي، ده فعلا السكواد بتاع النادي الأهلي. ما شاء الله لعيبة الأهلي النهاردة كانوا رجالة جدا، رجالة من أول الماتش لآخر الماتش. يعني ضيعوا فرص كتير جدا، لكن الشوط التاني أهلاوي، الشوط التاني أهلاوي. هو ده فعلا إصرار إن أنت إزاي تاخد بطل دوري، ده فعلا إصرار لعيبة ان انت فعلا بطل الدوري. للدقيقة 95 94 ونص يجي الهدف عن طريق قفشه. قفشه القضية ممكن، قفشه القضية ممكن، قفشه القضية ممكن. والف مبروك على النادي الاهلي، والف مبروك على جماهيره. والله الواحد كان قاعد على اعصابه فعلا، كأن ماتش هيصعدك للدرجة الاولى، مش هتاخد بيه بطولة الدوري. فعلا ده يستحق. وبعدين انت هنستنى 4 مباريات، يعني مش المباراة دي هتاخد المباراة الجاية، مش كله متوقف على المباراة دي، لا عندك 3 مباريات كمان، فعادي يعني مش مشكلة لو خسرت النهاردة او تعادلت او اي حاجة. هو انت اصلا كده كده لو تعادلت اصلا كده كده هتاخد الدوري، بس اصرار اللعيبة ان هي تفوز ده شيء، ده شيء تاريخي، ده شيء جميل جدا.
ده شيء يبين لك ازاي قدرة الاهلي، ان هو لما بيخش اي بطولة ما فيش حاجة اسمها تعادل، ما فيش حاجة اسمها هزيمة، لازم المكسب. المكسب رقم واحد، والاهلي رقم واحد، وجمهور الاهلي رقم واحد. وفعلا مصر الكورة بيثبت لي ان هو مدرب عظيم جدا، مدرب فعلا عنده امكانيات وعنده عقل وبيعرف يسير الماتش. النهارده بدأ التشكيل من بدري، بدأ يغير الطريقة من بدري. طلع امام المجهد تماما، مجهد تماما طول الموسم، مجهد تمام. بعد كده طلع حسين الشحات، كريم فؤاد الف الف سلامة عليك، اتصاب من بداية الشوط الاول، وتنزل محمد هاني وخلى حسام عبد الفتاح يجي على الشمال مكان كريم فؤاد، وبعد كده نزل محمد على اليمين، محمد هاني، وبعد كده يطلع حسين الشحات ويخلي عمر كمال هنا ورضا سليم، وبعد كده يطلع رضا سليم ويرجع عمر كمال عبد الواحد يمين شمال، وينزل عبد القادر، وقفشه لازم ينزل. فعلا قفشه قفش الدنيا، قفشه قفش الدنيا. والف الف مبروك على الاهلي اللقب ال 44. خلي اللعيبه تشم نفسها، خلي اللعيبه ترتاح شويه. فعلا اجهاد طول الموسم، اجهاد وتعب وارهاق. الاهلي تحيه للاهلي، وانا افتخر ان انا اهلاوي اهلاوي اهلاوي، انا اهلاوي. وتحيا مصر والاهلي، والاهلي رقم واحد، الاهلي رقم واحد، الاهلي رقم واحد، وبطل الدوري ال 44. وشكرا. ومحتاج دعم اخواتي، محتاج دعم اخواتي على القناه الجديده دي اللي انا بكلمكم من عليها. اتمنى كل الدعم من اخواتي، الاشتراك في القناه اللي مش مشترك، ويفعل زر الجرس يوصلهم من 200 حلقه. يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.